السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. نتكلم النهارده في حلقة جديدة، نستهل الحلقة بآية من كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل في سورة الكافرون بيقول ايه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. احنا قلنا يعتبر السورة كلها لأنها صغيرة أو كده، والكلام كله مرتبط ببعضه، بتوصل رسالة عامة من هذه القضية بالنسبة للناس اليهود أو الناس الكفار أو الناس المسيحيين. أنت المفروض كل واحد بتعمل اللي عليك، إنك أنت لو عايز تنصحه في حاجة وايه، وكل واحد ليه دين. بعد كده ربنا ما اجبرش حد على انه يدخل في الاسلام عنوه او بشده او بقوه. دي كانت ايه النهارده. ندخل بعد كده النهارده في حلقتنا بالنسبه لعلاج الخراج يا دكتور اللي بيبقى في الاسنان. الخراج اللي في الاسنان ده ايه افضل علاج ليه؟ العلاج اللي انت بتاخده لو عندك خراج ومثلا بيجيب قيح او بيجيب مثلا صديد ومده وبتفضيه وبعد كده بيرجع يمنى تاني، بتاخد له هايبيوتيك قرص كل 12 ساعه مع كتافلام. احنا مش حابين نعمل، انا بدي ده الجرعه اللي هي العامه لمعظم الناس. انما بعد كده لو في حد مثلا بياخد ادويه تانية وحاجات تاني طبعا لازم بتساله. لما انت لو ما عندكش اي حاجه وحابب انك انت تاخد الحاجات دي، ممكن انك انت ايه، تاخد لو في الم بتاخد الكتافلام معاه، مسكن قوي او ايبوبروفين. لو ده اللي هو لو في الم، مفيش الم خلاص بتاخد الايه، مضاد الحيوي هيبيوتيك ده بس قرص كل 12 ساعه. ده كويس يعتبر ان شاء الله في علاج الخراج. بس دي كانت حلقة النهارده، اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.